ترى انت فاكر انه كان سهل تروح تشتري تلفزيون كده منك لنفسك من المتجر او الشركة؟ لا طبعا، امال ايه؟ ده اللي هنعرفه في حكايتنا النهاردة. انا دليدة للي ما يعرفنيش، ومعايا حكاية جديدة من زمان وجاي. تلفزيون تلمصر ان اي سي الملون 20 بوصة كان لازم نحجزه الاول من بنك القاهرة، وكان سعره وقتها 400 جنيه او 535 دولار زائد 5 جنيه مصروفات إدارية. والله زي ما بقولك كده، ده طبعا كان مبلغ كبير جدا وقتها، وأي حد كان عنده تلفزيون ملون كان من علية القوم. شركة تلمصر تأسست سنة 1962، كانت من أهم الشركات في مجال صناعة الإلكترونيات في مصر، وكانت مملوكة للقطاع العام، وتم بيعها في التسعينات مع بدايات سياسات الخصخصة. الشركة العربية للراديو ترانزستور والأجهزة الإلكترونية تلمصر قامت بطرح التلفزيون الملون في السبعينات. والله في السبعينات، يعني أكبر مننا كلنا كده تقريبا، أو أي حد بيتفرج على الفيديو. التلفزيون نفسه كان مليان بالمميزات اللي خليته مميز وقت نزوله الأسواق، وكان عامل دوشة وقتها. هتسألوني ليه ده ليه ده؟ تعالوا وأقول لكم. بصوا بقى وعدوا معايا. كان في مفتاح تحكم في الألوان، تقدر من خلاله تزود التشبع أو تقلله، يعني تضبط الألوان الباهتة بنفسك. وباقي الزراير دي لسطوع الألوان وتباينها، وتثبيت القنوات، وتحديد الحواف دي للصورة وضبطها. بيشتغل بإريال سلكي أو معدني فوق. بصوا فوق سطوح طبعا، واللي فاكر الإريال ده عارف معاناة ضبطه كويس جدا. يمين شوية شمال شوية، أيوة اثبت على كده الصورة تمام. كانت جودة صوته أعلى وصورته أنقى مقارنة بالنسخ اللي قبله. طبعا كانت نسبة التشويش في النسخ اللي قبله أعلى، يعني هو كان أعلى جودة. وكان في خاصية صغيرة لضبط التردد التلقائي لما الإشارة تضعف. أيوة، استنوا نسيت أوريكم مكان الإريال. بصوا هو ده مكان الإريال. ايه رأيكم؟ تلفزيون أنتيكة طبعا، يعني احنا كويس اللي هو بالحالة دي، لان احنا بجد يعني هو ما بقاش موجود، وكويس اللي احنا لقيناه بالعافية. طبعا الارسال كان بيبدأ من 10 صباحا ل 12 مساء، لحد ما نسمع السلام الوطني للتلفزيون المصري. وكنت تعمل نفسك نايم علشان ما تقومش من مكانك، لان طبعا ما كانش فيه ريموت كنترول. مين كان بيعمل نفسه نايم وبأمانة ومن غير ما نقعد نعمل نفسينا؟ لا، احنا ما كناش بنعمل كده، لان كلنا كنا بنعمل كده. قولولي كنتوا بتتفرجوا على برامج ومسلسلات ايه اللي فاكر حاجة معينة كان مرتبط بيها في التلفزيون وقت النهار او وقت الليل او قبل ما ينام. طبعا احنا كنا كلنا بننام عند السلام جمهورية مصر العربية، السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. كلنا التلفزيون كان يبتدي بقى يجيب السلام بعد نشرة الأخبار ويبدأ وقولولي كمان، لو رجع التلفزيون ده دلوقتي بكل عيوبه وميزاته ممكن نستخدمه، ولا خلاص كده بعد الثورة التكنولوجية اللي حصلت مش ممكن نستخدمه، لأن ما نقدرش نستغنى عن الطفرة التكنولوجية اللي موجودة في حياتنا دلوقتي؟ اكتبولي في الكومنتات. من زمان وجاي.